السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد يوم شغل وبعد تعب حبيت أعمل حاجة خفيفة كده، حاجة ما فيهاش شغل كتير. هتقولولي ده طبيخ؟ لا، ده طبعا ما يتسماش طبيخ أبدا. دي أخف أكلة ممكن بعد مشوار طويل انا كنت فيه بره البيت، او بعد الشغل مثلا عايزه اعمل حاجه خفيفه كده، ما تاخدش مني شغل وواقفه كتير في المطبخ. طبعا احنا من النوع اللي ما كناش بنحب الفراخ في البطاطس خالص، لاني كنت بحس فيها بطعم الزفاره. حتى مهما ضفت توابل، او حتى مهما ضفت حاجات عليها، بحس برضو ان هي طعمها مش حلو. فما كنتش بحب اكلها خالص غير لما اكون مضطره يعني. انا طبعا جبت عندي البطاطس، واي نوع بطاطس هتستخدميه مع الوراك هيستوي بسرعه جدا. بصوا، اول حاجه لو انا هستخدم صدور هحط الصدور تحت الخلطه، ولو انا هستخدم وراك هحط الخلطه تحت وهحط الصدور فوق، عشان الوراك ما بتاخدش وقت. طيب دي حاجه. تاني حاجه برضو هي تكايه صغيره كده قوي هتفرق معاكم في الطعم. هي ايه بقى؟ ان انا هبشر عندي البصل. اكتشفت ان احنا فعلا، والله ودي حقيقه وجربوها، هتلاقوا فعلا ان كلامي صح. البصل لما بيتقطع بيدي نسبة زفارة عالية جدا للبطاطس. البصل لما بيتقطع مش بيتبشر بيدي نسبة زفارة عالية جدا، وطعم البصل مش بيبقى حلو. جربي تبشريه. ممكن تقوليلي هو البصل، بس ايه الفرق ما بين التقطيع والبشر؟ انتي جربي. لو بتعمليها دايما انك بتقطعي البصل، جربي المرة دي انك تبشريها وشوفي. تاني حاجة برضو ان انا بحط فصين توم معاها، وبحب افركهم قوي بيها لحد ما الحاجة تتدبل، بس مش تموت في ايدي. تمام، يعني لسه يكون البصل ليه روح. حطيت عندي حوالي 3 فصوص من التوم متقطعين مش مبشورين، وحطيت ملح وحطيت فلفل فقط لا غير. يا جماعة والله كتر التوابل بتضيع طعم اللحوم وطعم الخضار. كتر التوابل بيضيع جدا من طعم اللحوم والخضار. فحاولي ان انتي ما تستخدميش غير الملح والفلفل فقط لا غير. ولو طبيخ محتاج كزبرة ناشفة او خضرة او اي حاجة من دي، هتستخدمي الكزبرة والملح والفلفل والكمون يليهم. مش بنستخدمه في كل الطبيخ، لان اوقات في طبيخ معين بيدي زفارة ليه. طيب، جبت عندي كمية البصل بعد بقى ما فركتها فركة حلوة كده. خدت شوية و دبلتهم عندي بالفراخ. بعد كده ابتديت ان انا احط البطاطس واقلبها بيها كويس قوي، بحيث كل بطاطسايه تكون بقى عليها بصل بالخلطة دي. بص، ما خدتش في ايدي بالظبط حوالي 3 دقايق، يعني انا قطعت البطاطس في ثواني. الفراخ كانت منقوعة في المحلول اللي انا بعمله دايما، الحلو قوي، اللي هو بيضيع الزفار اللي بتبقى دايما في الفراخ. طيب هقول لكم على حاجة بقى. الفراخ عندي علشان ما احسش فيها بطعم زفارة لازم احط عليها طماطم بفركها كده بايدي، وعليها شوية دقيق، وعليها نص ليمونة. الخل بيهري الانسجة بتاعت الفراخ. دي حاجة. تاني حاجة، ان برضو الفراخ عندي الناس اللي تقول علشان الفراخ يبقى طعمها حلو وزفرتها تروح اديها تشويحة في الاول، الكلام ده غلط جدا جدا جدا. انتي بتنشفي الدم جواها، ده بس اللي انتي بتعمليه، لكن ما بتضيعيش الزفارة بتاعت الفراخ ابدا. بصوا، ما استخدمتش اي توابل غير الملح والفلفل، وعايزه اقول لكم بقت بالنسبه لنا ادمان. جبت عندي الطماطم ضربتها في الخلاط، عليها شويه من الملح علشان ما تبقاش عدبة، وحطيت عليها فصين من الثوم، ضربتهم مع بعض كويس جدا، وحطيتهم عندي على الفراخ من فوق بنفس النمط زي ما انتوا شفتوا، مفيش اي افتكاسات. هو ده بس اللي انا عملته. والله والله تحفة 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 التحفة. طعمها حلو جدا، هتحبوها قوي. وكشكل وكتقديم تقدروا ان انتوا تغيروا من فكرة انها اكلة مش محبوبة، او انها اكلة مش حلوة. بصوا، انا ما قلبتش تماما
اللي عندي الطماطم انا سبتها زي ما هي وغطيتها، غليت عندي وبقى فيها شوية صغيرين قوي من المية. هاجي بقى اكمل سواها في الفرن. هي كده يعتبر الوراك بتاعتي نص سوا، والبطاطس ليها تكة بسيطة وهتستوي خلاص. فبحطها تكمل سواها في الفرن، بشغل الفرن من تحت بس. بتديها لون تحت وفوق حلو قوي. وهي بقى في الفرن ابتديت ان انا اعمل الرز. طبعا لو انا هعمل طبيخ مثلا، فاصوليا، لوبيا، بسلة، الحاجات دي بتبقى عايزة اللي هو الرز المعمر او الرز المدسوس زي احنا ما بنقول. لكن دايما البطاطس، او لو هتعملي شوربة بس، جربي ان انتي تعملي الرز اللي هو حباية وحباية زي المكرونة. يعني بتغسلي الرز قبلها بفترة بحيث ينشف كويس جدا، عشان لما تيجي تحمريه ما ياخدش معاكي وقت. في ناس بقى اكتشفت انها بتعمل ايه، تيجي تعمل الرز حباية وحباية ده اللي بتحمره ما بتغسلهوش، وده غلط جدا. بيدي طعم نشا واضح قوي في الاكل، فبيبقى مش حلو تماما. فانتي بتغسليه كويس جدا وبتسيبيه عندك لحد ما ينشف تماما. تمام. وبعد كده بتحمريه. بحط حوالي معلقتين من السمنة ومعلقتين من الزيت. السمنة بتديلها نكهة حلوة قوي، والزيت بيديله لمعة وبيخليه مفرفر كده ابدا مش معجن. تمام. وببتدي ان انا اقلب بيه. لو الرز مغسول وناشف كويس جدا مش هيغيب معاكي كتير في التحمير، مش هياخد وقت اساسا. يعني حوالي بالظبط 3 دقايق او 4 دقايق بالكتير على حسب ما انتي نشفتيه، وهتلاقيه معاكي خد اللون الحلو. انا دلوقتي بقلبه فوق، وعندي البطاطس في الفرن. ما بياخدش معايا وقت تماما. عايزه اقول لكم لما بكون فعلا مش فاضيه او تعبانه او في مشوار او عندي حاجه، دي اخف اكله ممكن ان انا اعملها. تمام. ابتديت ان انا اقلب الرز لحد ما خد اللون الحلو ده. في ناس بتخليه افتح من كده، بس لا، اللون ده بالذات بيدي طعم حلو قوي للرز. آه زي طعم البصل الحاجة المتحمرة او الحاجة الكريسبي اللي احنا بنحبها قوي، فبحب اديله اللون الحلو ده. بعد كده ببتدي ان انا اضيف عليه الرز الابيض، وبقلبه كويس جدا وبضيف الملح، وبسيبه حوالي دقيقتين على النار بحيث الرز التاني اللي انا حطيته كمان يكون اتشمع شوية او نشف شوية في التقليب على النار. بعد كده بحط المية بتاعتي. وميزة الرز ده ان مش بالسهل ان هو يعجن ابدا، لا. يعني حتى لو زاد منك مية شوية عادي مفيش مشكلة. فقلبته بقى مع بعض كويس جدا. بعد كده هبتدي اضيف المية. في حركة كده كانت والدتي معلمها لي زمان، اللي هو لما اجي اتأكد ان مية الرز مظبوطة بوقف المعلقة بعد ما احط المية بتاعتي. لو المعلقة سبتت يبقى الرز ده ميته تمام. المعلقة وقعت اول ما انا عملتها فيبقى كده المية كتير. فانا بعمل الحركة دي على طول صراحة، وساعات بتمشي معايا بالبركة وبتطلع مظبوطة. اما بقى البطاطس، وان انا ابشر البصل او ان انا ما شوحش الفراخ الاول او ما احطش توابل كتير. فانا كنت عند خالتي وكانت بتعجبني صينيه البطاطس بالفراخ بتاعتها قوي، يعني حتى لون الفراخ كان بيبقى حلو. فابتديت ان انا اسال ايه الدنيا. طبعا انا كنت بعملها وبحط التوابل بتاعتي وكل حاجه، وبدي تشويحه للفراخ وبخليها تستوي فوق. وبعد كده اشمع الوش بالشوايه. ما كانتش بتديني النتيجه والطعم واللون الحلو ده ابدا. فلقيتها بتبشر البصل، بتعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها، بتدي للصينيه فوق نص سوا، وتيجي تحت تكملها في الفرن باقي السوا. وهي بتستوي بتكون ادت للفراخ والبطاطس اللي هو اللون الحلو اللي احنا شفناه في اول الفيديو. فانا حبيت الطريقة دي جدا وبقيت بعملها على طول. يعني عايزة اقول لكم لو عملناها كل يوم ما نزهقش منها ابدا. طعمها حلو، مفيش زفارة، مفيش اي حاجة من الكلام ده. طبعا انا كده كنت حطيت المية بتاعتي، النار عندي عالية لحد ما المية عندي تغلي. تمام كويس. بصوا المعلقة وقفت. في بعض الاماكن هتلاقيها بتميل، بس اعرفي ان الرز فيها شوية، يعني الرز عايز يتساوى علشان المعلقة تقف معاكي مظبوط في كل الجوانب. بس انا كده المية بالنسبة لي كانت مظبوطة جدا. ابتديت بقى ان انا اساوي كده
وهغطي لحد ما المية تغلي عندي تماما. وبعد كده بقى ايه، هوطي عليها خالص لحد ما يتشرب او يتلدن، او شوفوا زي انتوا ما بتقولوها. هي عندي خلاص كانت شربت المية بتاعتها، قلبتها كويس. بعد كده وطيت النار قوي، حطيت الصاجة بتاعتي وسبتها سبته لحد ما استوى. وكده انا قدمت خلاص الاكل عندي. طريقة التقديم وشكل الاكل آه بتبقى يعني ايه، عايزه اقول لكم زي ما بيقولوا كده العين بتاكل قبل المعده يعني. فشكل الاكل دايما خليه حلو عشان يلفت النظر. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. ويا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه